ازيكم يا شباب؟ دي القصة الكاملة لسانتا كلوز في العصور الوسطى. ازاي اتكونت الاسطورة وايه الوحوش والتجارب اللي خاضها عشان يتطور ويوصل للي هو فيه دلوقتي. بس كده قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك لان اللايك بيدعم وبيساعد جدا. تعمل سبسكرايب لو لسه اول مرة في القناة وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى. ويلا بينا. كان يا مكان في سالف العصر والزمان كان هناك مكان، كان هناك رجل. في وقتنا ده الكل يعرف مين هو، بس محدش عارف قصته بدأت ازاي. دي اعظم قصة لم تروى حتى اليوم. في الشتاء القارس بنشوف مدينة فقيرة، مدينة يحوم حولها الظلام والحزن. يحكمها رجل من حديد. بيقف كلوز امام حراس المدينة. الحراس بيوقفوه. ها، عايز ايه؟ كلوز بيرد: انا عندي جلود، فراء ولحم. عادة بتاجر بصيدي في الشمال، ولكن الجو قارس هنا. ممكن اتاجر بصيدي في مدينتكم؟ الحارس بيقول لزميله: دخله، خليه يورينا هو معاه ايه بالظبط. بيخش كلوز المدينة، بيتمشى في شوارعها، بيلاحظ الهدوء والحزن منتشرين في ارجاء المكان. بيقف امام حانة وبيفتح الباب قائلا: عندي سؤال يا صديقي. صاحب الحانة بيبصله. كلوز بيكمل: هو فين الرجالة اللي عايشة هنا؟ صاحب الحانة بيرد: الرجالة كلهم في المناجم بيشتغلوا. تحب تشرب ايه ايها الغريب؟ كلوز بيرد: بقالي زمن بعيد ما جيتش المدينة دي. مش المفروض في الوقت ده في السنة بتحتفلوا بالكريسماس؟ صاحب الحانة بيصنع شرابه وبيرد بسخرية: حاكم الدولة بارون محتاج الفحم، عشان كده بيشغل سكان المدينة. توقف عن الأسئلة لو عايز يومك يعدي هنا. كلوز بيطلع أرنب اصطاده بيبدله بمشروب من البيرة قائلا: ايه اللي حصل للراجل العجوز جاندر؟ كان هو اللي بيدير الحانة دي. صاحب الحانة بيرد: اتكلم في المكان الغلط والوقت الغلط. زي ما تقول كده الحاكم خلاه يتقاعد. وبيشاور بايده على رقبته اكنه بيقول الحاكم قتله. كلوز بيبص على مشروبه بامتعاض. اوه، خبر حزين. على الاقل جاندرسون عمره ما خفف البيره بتاعته بالميه. بيخش حارسين الحانه بيوجهوا اسلحتهم على كلوز قائلين انه مش مرحب بيه هنا. كلوز بيقول لهم انه غلطان انه جه المدينه البائسه دي، هياخد حاجته ويمشي من المكان. بيخرج بره بيلاقي الحراس استولوا على عربيته وصيده. بيصرخ قائلا: انتوا بتعملوا ايه؟ دي حاجتي. الحراس بيوجهوا عليه رماحهم. اي حاجه في مدينه جرامسفيج هي ملك الحاكم وعائلته. انت مش مرحب بيك هنا ايها الرجل البري. من ساعه ما جيت واحنا بنسمع صراخ الذئاب في الغابه. انت تعرف حاجه عن الذئاب دي او الرجال اللي بيتحولوا لذئاب؟ كلوز بيرد: كل دي مجرد خرافات. بص، انا مش جاي هنا عشان اسبب مشاكل. الحارس بيتجاهله وبيصرخ على مجموعه من الاطفال بيلعبوا بحجر: توقفوا عن اللعب في الشارع باوامر من الملك بارون. وايه اللي في ايديكوا دي لعبه؟ كلوز بيستغرب وبينفعل: سيب الولد في حاله، باين ان في ايده صخره مش لعبه. الحارس بيقول له يخرس وبيبص للطفل غاضبا: سلمني الحجر ده. كل الالعاب في المدينه هي ملك ماستر جوناس ابن الحاكم، هو الوحيد اللي من حقه يستمتع ويفرح في المدينه دي. كلوز بيصرخ: توقف عن اللي بتعمله حالا، لو عايز صيدي ادفعوا لي ثمنه وسيب الحجر يلعب بيه الطفل. الحراس بيوجهوا رماحهم عليه. كلوز بيتراجع: واضح اني بقيت ضيف غير مرغوب فيه، انا همشي، بس عندي سؤال واحد بس. ايه اللي حول المدينه المبهجه دي لمكان قاتم وحزين مليء باللصوص والكاذبين؟ الحارس بيرد: اخرس والا ستفقد لسانك ايها البري. بيبدا كلوز في المشي. الطفل بينده عليه وبيقول له: سيدي، انت ساحر؟ أرجوك ساعدنا. هنا الحارس بيسدد للطفل لكمة قوية بيطيح بيه صارخا: اذهب لمنزلك أيها المشاغب. كلوز بيتصدم، بيتغاظ وبيصرخ: كفاية، انت بتضرب طفل أيها الجبان. بينهال على الحراس بالضرب، بيسدد لهم عدة لكمات. هنا بيحضر زمايلهم وبيتكاتلوا على كلوز، بيركلوه وهو ساقط على الأرض. الطفل بيشوف كلوز بيتضرب، بيتصدم وبيجري على البيت. فوق برج الحراسة بنشوف قائد الحراس العقيد كارل بيسأل تابعينه: ايه اللي بيحصل هنا يا هاورد؟ انتوا عارفين ان ضد المعاملة القاسية للغرباء. تابعه بيرد: كويس انك مش حاكم المدينة دي. بيظهر وراه مرة واحدة اللورد ماجنوس حاكم المدينة. العقيد بيتفزع: سيدي، سامحني على كلماتي. لورد ماجنوس بيبتسم ابتسامة خبيثة: سيب الرجالة يحظوا ببعض المتعة ايها العقيد، ففي النهاية ده الكريسماس، وقت المرح. الحراس بيكتفوا كلوز من ايديه، جسمه مصبب بالجروح والكدمات. بيشتموه بيطردوه من القرية، وبعدها بيضحكوا وبيتراهنوا هو هيصمد قد ايه في البرد ده قبل ما يموت. العقيد بيمتعض من كلامهم وبيقول لهم انه مش هيراهن على حياة راجل بريء.
الحراس بعدها بيخرجوا وراه في رحلة للصيد، بيدوروا عليه وسط البرد القارس، بيكلموا بعض وبيسألوا هو راح فين. كلوز مستخبي ورا صخرة بيكح دم، بيحاول يفك إغلاله بحافة الصخرة، وهنا فجأة سهم بينطلق بيتغرس في كتفه، ده بيخليه يصرخ في ألم. انتوا ليه عملتوا كده؟ انا ما ارتكبتش ذنب في حقكم يا رجال مدينة جرامسفيج. الحارس اللي اطلق السهم على برج المراقبة بيكلم زمايله بسخرية، مش عارف اصبته ولا لا من العاصفة، هو وصل لفين دلوقتي؟ الحراس اخيرا بيوصلوا لكلوز، بيرفعوا اسلحتهم اتجاهه قائلين حاجة اخيرة عايز تقولها قبل ما نقتلك كالكلب الوضيع ايها البري؟ كلوز بيقف قدامهم بيصفر وبيقول عندي حاجة اقولها ايها الاغبياء. فجأة بيظهر ديب ابيض عملاق بينقض على الحراس في غضب، بيجز على اسنانه وبيفتك بيهم واحد ورا التاني. كلوز بيصدر اوامره للديب يتوقف، بيطبطب عليها وبيقول لها فعل جيد يا ليلي، كان في وقت زمان ومدينة جرامسفيج مبهجة وسعيدة، ايه اللي حصل للمكان ده؟ مش مهم، ده ما يخصناش، ولكنهم اخذوا ملابسي وصيدي، واحنا محتاجين ناكل بسرعة ونتدفى قبل ما البرد يقتلنا. في الوقت ده داخل قصر الحاكم، الحارس بيقول ان ابنه غاضب، بيسأل عليه من الصبح، بيخش الحاكم على ابنه بيلاقيه بيكسر ألعابه في نوبة من الغضب قائلا ملكوش لازمة ملكوش لازمة، بيدمر المدينة الخشبية المصنوعة من أجله، مملين ملكوش لازمة، مين اللي صنع الزبالة دي؟ ليه مفيش حاجة جيدة بما فيه الكفاية؟ ليه؟ أبوه بيبصله قائلا أنا برضو بسأل نفسي السؤال ده يا جينوس، كان عندي امل في حاجات اكتر. احضر شكواك لامك ليدي داجمار، طلبت اننا نتعشى معاها في الكريسماس. الحارس بيحرق المدينه الخشبيه بتاعه جينوس، وجينوس بيرد على ابوه ممتعضا انا بكره العيد ده، دايما ببقى فيه لوحدي، ليه الناس الحقيره اللي هنا ما بيسمعوش كلامي؟ ليه مش بيلعبوا معايا؟ ابوه بيتمشى معاه داخل القصر وبيرد انت بتكره باقي الاطفال يا جوناس، ده غير انهم بيحملوا امراض، الناس هنا جعانه، بيشتغلوا في المناجم طول اليوم، كل ده عشان يحضروا لينا الطعام، يخلونا سعداء ومبسوطين، بس لازم تاخد بالك منهم برضو يا جوناس، انت متعرفش نوعية الناس دي امتى هيقلبوا علينا. اما عن امك فبرضو خلي بالك منها، هي شبههم مش طبيعية. بيخش على الام بيلاقوها قاعده على الكرسي وسط وليمه ضخمه استعدادا للكريسماس. الام بتسال عن الراجل البري اللي اتقبض عليه، جوزها بيقول لها ما تقلقيش مجرد متوحش، هو ميت دلوقتي وسط البرد والحيوانات اللي شبهه. بيقعد هو وابنه على الكرسي، الحاكم بيقول لمراته ان ابنهم مش مبسوط من اللعبه اللي جابها له، لازم تعاقب العمال اللي صنعوها. الابن بيبص بكسره على الطعام، كل عيد بيبقى اسوأ من اللي قبله، ليه مش بحظى ببعض المتعه؟ حتى الطعام طعمه يقرف، هديتي مجرد قمامه، الناس الحقيره دي مش بيسمعوا كلامي ليه؟ الام بترد بتجاهل الناس الحقيره دي قعدوا سنه يبنوا المدينه الخشبيه بتاعتك، انا متاكده انهم هيقدروا اي ملاحظات عايز تقولها لهم، ارجوكم خلونا نستمتع بالعيد. في الوقت ده كلوز وليلي بيبتدوا يصطادوا احدى الغزلان السحريه، وكلوز بيقعد جنب ديبو في الغابه، بيصنعوا منها شوربه فيها قدرات شفائيه تشفيه من جروحه. كلوز بيقول لليلي الشوربه فيها سحر يا ليلي، ما تقربيش منها والعبي بعظامك، فكلنا مجرد عظام في النهاية. كلوز بعدها بيطلع آلاته الموسيقية، بيبدأ في العزف، بيكلم ليلي وبيقول لها الأطفال البؤساء مش عارف أبطل تفكير فيهم، المفروض ما يقضوش العيد كده، مش مهم، تعالي نعزف موسيقى مبهجة للعيد. بيبدأ في العزف جنب النيران، ليلي بتعوي، الموسيقى اللي بيطلعها بتسحر الآذان، بتجذب أرواح الغابة، بيلتفوا كلهم حواليه مستمتعين بالموسيقى، بيمدوا إيديهم عليهم، بيدخلوه في حالة من الخيال ما بين الواقع والأحلام. كلوز بيستغرب من اللي بيحصل، بيسأل نفسه هو فين وبيعمل إيه هنا، ولكنه بيستسلم لسحر المكان وبينام. بيصحى كلوز بعدها في اليوم التالي، بيستنشق الهواء النقي، بيكلم ليلي وبيقول حلمت حلم غريب قوي امبارح، ايدي وجعاني قوي، ليه وجعاني كده؟ بيخبط في حاجة على الارض، بيبص تحته وبيتفزع، بيلاقي حواليه ألعاب كتير، ألعاب مختلفة وغريبة، بيستغرب وبيشيل واحدة فيهم قائلا ليلي أنا عملت إيه امبارح وهعمل إيه بكل ده؟ في الليل الحراس واقفين أمام القصر بيحرسوه، واحد فيهم بيقول لزميله أنا عارف إنها خيانة، بس أنا مفتقد بهجة العيد، الأغاني والفرحة والألعاب، دلوقتي مفيش غير الذئاب هي اللي بتاوي. زميله بيرد احنا محظوظين اننا ورانا جدران مصنوعة من الحجر من الرجال الاوائل لحمايتنا من البرد والذئاب. في الوقت ده كلوز بيتسلل للمدينة، بيرمي كرة من الجليد على احدى الاسطح، الكرة بتتكوم وبتكبر شوية بشوية. الحارس لسه بيكلم زميله انا حاسس ان في حد بيراقبنا. زميله بيرد حد مين يجرؤ يقتحم المدينة؟ دي اوهام في دماغك،
كل ده وكلوز لسه بيتسلق الجدران شايل على كتفه شنطة ضخمة من الألعاب. الحارس بيكمل كلامه: أنا بقيت أشوف حاجات غريبة من ساعة ما قابلنا الراجل البري والديب الأبيض بتاعه ده. إيه ده؟ أنت سامع اللي أنا سامعه ده؟ في حد بيتسلق الجدران. فعل الإنذار، وقبل ما حد فيهم يتحرك من مكانه كرة الجليد العملاقة بتسقط عليهم وبتفقدهم الوعي. كلوز أخيرا بيتسلل للمدينة. الحراس لسه بيكلموا بعض، بيكتشفوا رفاقهم تحت الجليد، مش عارفين مين اللي اتسلل للمدينة، شبح أو وحش، وإزاي عدى من تحت عينيهم كده. واحد فيهم بيسمع صوت خلف إحدى المباني بيوجه مصباحه عليه قائلا: حد هنا؟ اظهر نفسك فورا وإلا ستنال العقاب. حارس تاني بيلحقه بيقول له: مفيش حاجة هنا، مجرد مكان خالي وقذر. هنا فجأة بيظهر كلوز وراه، بيغطيه بردائه وبيسيبه بلكمة قوية في راسه بتفقده الوعي. الحراس بيسمعوا صراخ زميلهم، بيجروا بسرعة ناحيته، بيفعلوا جرس الإنذار وبيصيحوا البعض يقفلوا أبواب المدينة بالكامل، مش هيسمحوا له يخرج من هنا. بيشوفوا زميلهم ساقط على الأرض، وشه مغطى بردائه، فاقد وعيه بالكامل، ووراه صورة للحاكم مرسوم عليها جرافيتي استهزاء بيه. تاني يوم الصبح زوجة بتصحي جوزها من النوم: جانر قوم، لازم تشوف ده. جوزها بيقوم مخضوض: هالدسر عايزه ايه؟ جرس بدء العمل رن. مراته بترد: لا ما رنش لسه، بس في حاجه حصلت لازم تشوفها. الاب بيقوم ممتعض، بيقول لمراته انه محتاج ينام عشان يقدر على شغل المنجم. بيخش على ولاده وبيتفاجئ من المنظر اللي قدامه. ولاده بيلعبوا بالعاب غريبه، مبسوطين ومستمتعين بالعيد. الام بتخش على ولادها، بتاخد منهم الالعاب وبتقول لهم: ادوني اللي في ايديكوا ده، لو شافوها معاكم هيأذونا كلنا. الابن بيفرح وبيطير اللعبه اللي معاه: بص يا ماما، بص بيطير ازاي. الاب بيندهش ان اللعبه بتطير، بيستغرب وبيتفاداها، ولكن اللعبه بتخرج للشارع. في الشارع ناس كتير بيلاقوا ألعاب مختلفة قدام بيوتهم. الفرحة بتنتشر في كل مكان. الحاكم بيتغاظ، بيضرب حراسه، بيقول لهم ازاي الألعاب دي جت هنا، ازاي مفيش حارس شاف الدخيل. ووسط بهجة وفرحة المدينة جوناس قاعد في قصره باصص من على الشباك على بهجة الأطفال، وجنبه أمه ليدي دهمر. جوناس بيبدأ كلامه قائلا: بصي كلهم مبسوطين ازاي، ده مش عادل، انا مش مبسوط زيهم. الام بترد ببرود: ما تقلقش يا حبيبي، اكيد ابوك هيلاقي وسيله يقتل بيها البهجه طالما مش بتحقق له ربح. بالفعل الحراس بيبداوا في تجميع الالعاب من كل الاطفال. واحده من العامه بتتغاظ وبتقول للحاكم: وولادنا يا سيدي، ولادنا برضو من حقهم يفرحوا بالعيد زي ابنك، خلي في قلبك رحمه. الحاكم بيضحك وبيرد: العيد اتلغى خلاص، لغايه ما العمال يجمعوا لي الفحم اللازم من المناجم، ولغايه ما يجي الملك كمان 3 ايام. اما عن ابني فانت عارفه ان ابني مسكين عيان، لازم يفضل دايما في القصر بامان. الالعاب هي الوسيله الوحيده لتسليته، هي هديتكم ليه. اللي بيفكر ياخد العاب ابني ويحرمه من طفولته بعتبره وحش، يجب القضاء عليه. ما تجلبيش العار لبيتك يا ماجنسون. الالعاب كلها بتتحط في العربيه وبتتحرك للقصر. الطفل بيشوف الالعاب بتجيله وبيضحك بشر: ايوه كلها ليه وحدي. هنا الحاكم بيلتفت للعامة وبيصدر خطابه: واضح ان في حد فينا متمرد او دخيل عايز يبوظ امان مدينتنا المسالمة. حد وزع الهدايا دي على ابواب كل من هو فقير في البلدة، اكيد حد فيكم شافه ويعرف شكله. كل ده وكلوز مستخبي وراء الجدران بيسمع خطاب الحاكم. بتتقدم بنت من الفقراء وبتقول للحاكم: سيدي انا عارفه مين هو، ده روح الكريسماس. الحاكم بيبص لها في غضب: مفيش حاجه اسمها كده. بيسيبها وبيمشي وبيؤمر رجالته يقلبوا المدينه بالكامل بحثا عن كلوز. في الوقت ده داخل القصر الملكي الطفل بيصرخ باعلى صوته: فين ابي؟ قالوا لي الالعاب بتتحرك وبترقص، ده مش بيحصل. بنشوف الالعاب في ايد الطفل بتتحطم، بتتكسر واحده ورا التانيه. امه بتهديه وبتقول له: ابوك مشغول بالدفاع عن عالمه الصغير من اعداء خياليين. الطفل بينفعل، بيرمي اللعبه الطائره على الارض: كلكم كدبتوا عليا، ليه الالعاب مش شغاله؟ انتوا كدابين. امه بتقرب على اللعبه المحطمه، بتشوفها وبتتصدم، بتشيلها بايديها متجاهله نحيب وصراخ ابنها اللي بيسالها ليه الالعاب مش بتشتغل علشانه، العيب فيهم ولا فيه. الام بتشوف ابنها بينفعل وبيخش في حاله من الهياج، بتسيبه وبتجري على غرفتها. هناك بتطلع صندوق من الدولاب، بتبص وراها تتاكد ان محدش شايفها. بتفتح الصندوق وبتشوف جواه لعبه صغيره بنفس شكل اللعبه اللي كسرها ابنها. اما في الحراسه الليليه العقيد بيكلم اتباعه ياخدوا حذرهم، الدخيل مستحيل يكون هرب من المكان، هم يقدروا يلاقوه. هم قدروا يلاقوا الحبال اللي تسلل بيها للمدينه وقطعوا عنه وسيلته للهروب. هنا بيظهر حارس عملاق اضخم من البقيه، بيبص بغضب قائلا: محدش يقدر يستخبى من اولاف هيلاقيه.
هياكله. العقيد بيبص له ساخرا: مش لازم تاكله يا اولاف، قم بعملك ولاقيه الاول. بيسيبه وبينزل القصر، وبعد فتره قصيره كلوز بيبدا هجومه على الحراسه الليليه. بيطلق عليهم احدى الصخور بتحدفهم خارج السور. اولاف بيتفزع: انت فين ايها الحقير؟ هنا كلوز بيسدد له لكمه قويه. اولاف بيستقبل لكمته ولكنه مش بيحس بحاجه. بيضرب كلوز ضربه واحده بايده، بينطره للجهه الاخرى من السور. اولاف بيقرب منه قائلا: انت بقى اللي عملت الدوشه دي؟ ما تقلقش، نهايتك هتكون سريعة أيها البري. كلوز بيضحك، بيشد بسرعة الحبل اللي ربطه برجل أولاف، بيجرجره في أنحاء المكان، بيرفعه بمنتهى القوة، بيحدفه على الأرض وسط الثلج ليفقد وعيه بالكامل. بيبصله وبيبتسم وبيكون منه كرة عملاقة من الثلج. بتوصل الأخبار أخيرا للحاكم اللي بيصرخ في غضب. بيستحوذ على رداء كلوز وبيقول للحراسة يطلقوا كلابهم البرية لقتله. الكلاب بيشموا الرداء، بيعرفوا ريحة كلوز، بيزداد هياجهم، خصوصا انهم ما كلوش بقالهم ايام. ماجنوس بيبص لهم صارخا: ده مش شبح، مش ذئب، مجرد راجل مصنوع من لحم وعظم. احضروه، احضروه لي حتى وان كان جثة هامدة. كلوز بيحاول يهرب من المكان باقصى سرعة. بيوصل لبوابة المدينة، بيلاقيها مقفولة. الكلاب بتقدر توصل له اخيرا. بيلاقي نفسه محاصر من كل اتجاه ومش قادر يهرب. كلوز بيبص للكلاب، بيدرك ان نهايته قربت، ولكنه بيتفاجأ ان الكلاب مرة واحدة صوتها بيهدى، غضبها بيقل، وبتتحول لحالة من الخضوع والجبن. بتظهر وسطيهم ليلي، ذئب كلوز الابيض، بتجز على اسنانها وبتصدر اصوات بترعب الكلاب. بتقف ليلي امام كلوز عايزه تحميه باي تمن، مستنيه اوامر بالهجوم. كلوز بيقرب من ليلي، بيطبطب عليها وبيقول لها: ليلي، ايه اللي جابك هنا؟ وازاي عديتي من الحراسه اللي في القصر؟ الوضع خطر عليكي، لو شافوكي هيقتلوكي. ارجوكي اهربي من هنا، انا هلاقي طريق للهرب، ما تقلقيش عليا. فعلا بتبتدي ليلي بالهرب، والكلاب بيرجعوا مرعوبين للحراس. الحراس بيتفاجئوا من خوف كلابهم، بيبداوا ينشروا الاشاعات ان الدخيل هو وحش، ذئب او شبح. ممكن يكون مستذئب، صعب يكون راجل، مستحيل حد هيرعب كلابهم بالشكل ده الا لو كان وحش. بس يا ترى هو فين دلوقتي؟ كلوز كل ده فوق السطح بيراقب الحراس. بيسمع صوت العقيد بيكلم اتباعه. واحد فيهم بيقول له: سيدي، لقد اختفى، ما تعرفش ده ايه؟ ممكن يكون شبح او مستذئب. العقيد بيرد ساخرا: مستذئب، مستذئب بيسيب العاب امام ابواب العامه وبيجلب البهجه في العيد. بطل تخلف وراقب كل ابواب المدينه، انا متاكد انه هيعملها تاني الليله دي، بس المره دي هنكون مستعدين للقبض عليه. بيقف كلوس على السطح، بيبص على المدينة الشاسعة. دلوقتي هو عارف انه مش هيقدر يسيب ألعاب امام الباب. بيحاول يلاقي مدخل تاني لمنزل الفقراء، وهنا بيبص على احدى البيوت وبيلاحظ الأدخنة بتطلع من المدخنة. في الوقت ده داخل المناجم العمال بيشقوا الارض بفؤوسهم، بيستخرجوا الفحم عرايا وسط بيئة مظلمة وملوثة، بيعملوا زي العبيد بأجر قليل. واحد فيهم بيسيبه الجنون، بيصرخ بأعلى صوته: محدش محتاج الفحم ده كله، انا مش قادر استحمل اكتر من كده، ارجوكم دعونا نرحل، دعونا نذهب للبيت. العمل بينتهي، العمال بيرجعوا بيوتهم. واحد من العمال بيرجع بيته مهموم، مكسور الخاطر والحزن مرسوم على وشه، مش بيتكلم ولا كلمة. بيخش على اولاده، بيلاقيهم بيتكلموا عن كلوز، مسميينه سانتا، بيكونوا اسطورة حواليه. بيقولوا انك لو تمنيت امنية عند المدخنة فالامنية هتسافر للقطب الشمالي وهتروح لسانتا وهيحققها لك. الزوجة شايفة جوزها تعبان، مش مهتم بكلام ولاده، بيقعد على الكرسي مثقل بالهموم. بتحضر له اكل وبتحطه قدامه، بتقول له انه وحشها ولكنه مش بينطق ولا كلمة. في القصر ليدي دهمر واقفة امام الشباك ماسكة لعبتها القديمة، بتقربها لقلبها وبتقول: اتمنى ان. وهنا بيقطع كلامها جوزها ماجنوس قائلا: بتكلمي نفسك تاني؟ ده علامة من علامات الجنون. ليدي دهمر بترد بتوتر: ربما خدت العادة دي منك. جوزها بيقرب اكتر منها: ايه اللي في ايدك ده؟ مفيش، مجرد لعبة لقيتها وسط ألعاب ابنك المكسورة. عايز ايه يا ماجنوس؟ ممكن نظرة على اللعبة دي؟ بياخد اللعبة من ايديها وبيبدأ يفحصها ببطء. الألعاب دي ممكن تبقى أسلحة، ممكن يستخدموها عشان يسمونا. ما تبقاش سخيف، دي ألعاب أطفال يا ماجنوس. واضح ان الخشب متآكل في اللعبة دي، ومش هيتآكل كده غير لما تكون لعبة قديمة مصنوعة منذ زمن بعيد. بيحطم اللعبة بإيده وبيكمل: الألعاب دي رمز للتمرد، اختاري جانب بحذر يا سيدتي، لأن في النهاية أنا من سيفوز.
بيسيبها وبيمشي. بيخرج لاتباعه وبيقولوا له ان في تمرد بيحصل في المناجم. بيقرر يروح المنجم بنفسه. اما ليدي دهمر فبتسقط على الارض وبتعيط في صمت من قهر جوزها ليها. كلوز بيهرب اخيرا للغابه، بيجمع زهور من الارض، بيكلم ليلي وبيقول لها ان المره دي لازم يكون اكثر حذرا، وهو بيسلم الالعاب للاطفال. بيحضر شوربه شفائيه هتساعده في رحلته. بيمسك آلته الموسيقيه وبيبدا بالعزف وهو مستريح على احدى الاشجار قائلا انا عارف انتي بتفكري في ايه، كان ممكن يقبضوا عليا، كان ممكن يقتلوني، اكيد سعيد معاكي يا ليلي هنا في الغابه من غير مسؤوليات ولا اكاذيب ولا حكام طغاه، ولكن حاسس ان دوري مهم في جلب البهجه للعالم ده. بيستريح على الشجره وبيبدا يحلم بارواح الجليد والغابه بيقربوا منه، بيسمعوه بيغني، عايزينه يرجع روح العيد. المرة دي هو هينفذ اللي هم عايزينه، هيعتنق موهبته وهيعزف بكل قوته. بيخش بارون داخل قصره العملاق، بيكلم حارسه وبيأمرهم بالرحيل. بيقف على أعتاب مكتبته بيشد كتاب، وده بيفتح ممر سري بينزل تحت في الأنفاق. هناك بنلاقي مئات من الناس بيعملوا في المناجم في ظروف عمل قاسية دون راحة. واحد فيهم بيصيبه الجنون، بيبدأ في الانهيار وبيصرخ مش قادر اعمل ده تاني، اللي بنعمله ده شر. بارون بيخش عليهم المكان. الحارس بيأمر العمال بالخروج من المنجم. بارون بيخش ببطء وبيقف امام ساحة عملاقة في الظلال، في كهف مظلم بينبعث منه الشر. بيكلم كيان وبيقول له انا جيت. بارون بيفتح كتابه وبيكمل انا عملت كل حاجة انت طلبتها مني، انا حولت المدينة من مدينة مرحة لمدينة بائسة دون فرح او بهجة. الرجالة بشغلهم طول اليوم في المنجم عشان يوفوا طلباتك، انا الوحيد اللي منعهم من الانقلاب. انت محتاجني زي ما انا محتاجك بالظبط، ارجوك انتظر قليلا. الوحش بيزمقر بصوت عالي في وجه بارون. بارون بيبصله وبيقول له صارخا عايزني اعمل ايه اكتر من كده؟ الرجال على وشك التمرد، هيقطعوني لو اقترحت عليهم ده. الوحش بيرد عليه. بارون بيجاوب ما تقلقش سانتا، انا هتكفل بيه، اعطيني القوة اللي انا محتاجها عشان انفذ لك اللي انت عايزه، واياك تنسى مين المسؤول هنا. خليك هادي عشان الرجالة ابتدوا يشكوا في حاجة غريبة بتحصل في المناجم. في الوقت ده داخل الكنيسة الكاهن بيقول للناس يسمعوا كلام اللورد بارون، هو من يبقيهم في امان. ربما العيد بارد وقاسي ولكنها رغبة اللورد. بينصح الرجالة يعملوا بجهد اكبر في المناجم، والزوجات يكونوا راضيين بالفتات اللي اللورد بيرميها لهم. فجأة بيسمعوا صوت جرس الكنيسة بيرن في الخارج. السكان بيتصدموا، بيبدأوا يقوموا ويخرجوا من الكنيسة. الكاهن بيطلب منهم ما يتحركوش من مكانهم. بيخرجوا خارج الكنيسة. هناك بيلاقوا علامة كلوز محفورة بالجليد أكنها دعوة للتمرد. بنشوف كلوز بيتسلق جدران الكنيسة، بينط عبر الحبال من مبنى للتاني. اللورد بارون بيزعق قلتلكوا الجرس ده ما يرنش غير وقت انتهاء العمل بس. بيتزحلق كلوز على الحبال لغاية ما بيوصل لقاعة اللورد. بينزل من الشباك وفي وسط جنينة القصر بنشوف شجرة الكريسماس العملاقة ذابلة، أوراقها ساقطة من قلة الاهتمام وفروعها جافة. كلوز بيطلع فاسه وبيبدأ يقطع في الشجرة. في الوقت ده البارون بيكلم حراسه مفيش شجرة ميلاد، مش عايز أشوف زينة، مش عايز أسمع أغاني أو أشوف بهجة في المكان. أيا كان مين فيكو عمل كده فأنا هقبض عليه، سانتا مش حقيقي. مراته في الوقت ده بتبص خارج القصر وفجأة شجرة عملاقة محترقة بتتحدف على البارون أمام سكان المدينة. الناس بيتفزعوا بيجروا في كل مكان. الشجرة بتستقر أمام البارون اللي بيبصلها وبيقول بغل هذا يعني الحرب. أثناء تشتت البارون والحراس كلوز بيوصل لشباك زوجة اللورد، بيبصلها وبيقول ازيك يا دهمر، بقالي كتير ما شفتكيش. دهمر بتبصله في صدمة. في الماضي منذ زمن بعيد أم بتموت من البرد والصقيع. رجالة من القصر بيلاقوها ولكنهم بيسمعوا صوت. بيستغربوا، الأم المفروض ميتة من زمان، ولكن بيتصدموا لما بيلاقوا بين أحضانها طفل رضيع بيصرخ وقارب على الموت. بياخدوه بسرعة وبيدفوه. بيرجعوا بيه للمدينة وبيدخلوا قصر اللورد. اللورد بيأمر خدمه يرضعوا الطفل فورا ويحافظوا على حياته بأي شكل. بيكلم مراته بالليل وبيقول لها كان المفروض يموت مع أمه المسكينة، ولكن في سحر في المكان. موسيقى بتعزف من ساعة ما جه. القدر أبقى على حياته يا سيجريد لسبب ما لا أعلمه. بيكبر الطفل وبيسموه كلوز، ودي معناها انتصار الشعب. بيتربى في القصر وبيعيش وسط الخدم والشعب حياة مليئة بالبهجة والفرحة. الأطفال بينبهروا بموهبته في صنع الألعاب من الخشب. في يوم من الأيام بيلاقي الأميرة دهمر بنت اللورد بتدفن طائرها الصغير في جنينة القصر وسط الحراس وهي بتقول سأفتقدك بشدة يا بيردي. كلوز بيشوفها بينبهر بجمالها، بيصنع لها عصفور صغير من الخشب
بيطير حواليها وبيعزف الموسيقى. البنت بتندهش، بتكون علاقة مع كلوز، بيبقوا صحاب، طفولتهم بتتشكل مع بعض وبيخوضوا مغامرات كتير سوا. كل ده وعلى شباك قلعته البارون الصغير بيبص عليهم في حقد وبيقول انا هعمل اي حاجة عشان تحبني انا مكانه. بيسمع صوت من وراه، اي حاجة. في الحاضر كلوز واقف على شباك قصر ليدي داهمر، بتبصله مفزوعه، بتمسك حبل بايديها وبتقول لو شديت الحبل ده الحراس هيجوا هنا في ثواني. قول لي انت بتعمل ايه هنا وعايز ايه بالظبط؟ كلوز بيرد بغضب، جيت عشان اشوف ده حقيقي ولا لا. داهمر، ايه اللي حقيقي؟ خليك واقف مكانك. كلوز، جيت اشوف ليدي داهمر لجريمز فيج هل فعلا بقت قاسيه وبارده وفقدت تواصلها مع الناس اللي كانت بتحبهم. داهمر، اديك شفت جوزي بيقول انك جاي تاخد كل حاجه مننا، جاي تقتلنا وتبدا تمرد وانقلاب. كلوز بيقرب منها وبيرد، انا جاي ادي هدايا والعاب للاطفال، جاي اجلب البهجه للمدينه البائسه دي. الناس جعانه وبتموت يا داهمر، ابعدي ايدك عن الحبل ده، انا مش هاذيكي، ولو كنت عايزه تستدعي الحراس كنت استدعيتيهم من زمان، بس مش شايف في عينيكي شر، شايف حزن بس. ليدي داهمر بترد بغضب، انت فاكر نفسك مين عشان تخاطبني كده؟ اظهر نفسك من وراء الظلال وخاطبني بسيدتي، اما عن حب الناس فلا احد يحبني طويلا. كلوز بينزل من على الشباك، بيقلع قناعه قائلا انا صديق قديم. الهدايا اللي بكلمك عنها فانا عملتلك واحده زيهم منذ زمن بعيد. بيقرب منها وبيحط في ايديها عصفوره صغيره، عملتها لك عشان اعوضك عن حاجه فقدتيها. دهمر بتحاول تكذب اللي عينيها شايفاه، مش عايزه تصدقه. لا مستحيل. كلوز بيقلع قناعه، بيقرب منها اكتر وبيقول انا كلوز، جيت عشان اشوفك يا سيدتي. بتتصدم دهمر، بتبص للارض وبتقول كنت عارفه انت اللي قتلت ابويا. بتضربه صفعه قويه في غضب. في الماضي كلوز بقى شاب كبر ومسك قيادة حراسة اللورد. بارون بعته في مهمة مع باقي الحراس لصيد ذئاب شرسة كانوا بيقتلوا الأطفال. في الوقت ده بارون في حجرة اللورد إلريك بيقدم له مشروب وبيقول له خد دواك أيها الملك، فمن ساعة ما مراتك ماتت والدواء ده هو اللي بيحافظ على تركيزك. الملك مقهور حزين على موت مراته، بياخد الدواء من ايده وبيشربه وبعدها بيسقط على الارض قتيلا. في الوقت ده كلوز وباقي الحراس بيعملوا فخ للذئاب. الحراس بيوجهوا رماحهم على الذئاب منتظرين اوامر كلوز. ها ايها القائد، نقتلهم ولا ايه؟ انت فين؟ لقيت ذئب تاني؟ بيبص قدامه بيلاقي ذئب صغير مش بيهون عليه يقتله، فبيقول لهم ملقاش حاجه. في الحاضر كلوز واقف امام دهمر. كلوز بيبص لها وبيقول لها بارون إلريك ابوكي انقذني من الجليد، تفتكري هبص في عينك دلوقتي واقول لك اللي انا بريء وانا اللي قتله؟ دهمر، لورد بارون كان عنده دليل قاطع انك قتلته. في الماضي بيتم سجن كلوز، اتهموه بالخيانه وان هو اللي قتل الملك، بيقبضوا عليه وبيجردوه من القابه. في الحاضر كلوز بيكلم دهمر، بيقول لها تفتكري هخاطر وارجع المدينه بعد اللي حصل فيا؟ انا كنت عايش في امان في الغابه، ولكن سكان جريمز فيج ادوني كل حاجه وما اقدرش اسيبهم يموتوا هنا. الاميره بتبصله بكثره، لو انت ما قتلتوش ليه ما دافعتش عن نفسك؟ ليه ما رجعتليش؟ في الماضي بارون بيؤمر الحراس ياخدوا كلوز للغابه لتاكلوا الحيوانات البريه عقابا ليه على قتل الملك. الأميرة الصغيرة دهمر منهارة بتشده من هدومه وهو مقبوض عليه، صارخة ليه قتلته؟ ازاي جالك قلب تعمل كده؟ ده كان بيعاملك زي ابنه، ما فكرتش فيا؟ ما فكرتش ايه اللي ممكن يحصل لي دلوقتي؟ في الحاضر كلوز بيقول للأميرة عارفة ليه استسلمت وما رجعتش تاني بعدها أبدا؟ لأنك اخترتيه هو بدلا عني أنا. الأميرة بتعيط، قالولي إنك مت، الذئاب قتلتك. في الماضي الحراس بيرموا كلوز خارج القصر وسط البرد والقطيع، بيشوفوا ذئب بيقرب منهم فبيقرروا يسيبوا كلوز لهلاكه. الذئب بيقرب من كلوز بيركع على الأرض، بيبصله قائلا هيا اقتلني، ما عنديش حاجة أعيش من أجلها خلاص، وبيسقط على الأرض فاقدا وعيه. هنا الذئب بيقرب منه، بيطلع نفس الذئب اللي أنقذه وهو جرو صغير، بيلحسه وبينقله لمكان آمن. في الحاضر بيقف كلوز أمام الأميرة بتقوله إن البارون هيقتله، جوزها معاه جيش كامل وهو مجرد رجل وحيد. كلوز بيقول لها ما تقلقيش، أرواح الغابة ترعاني يا سيدتي، أنا عندي خطة هتجلب البهجة في العيد. أرجوكي ادي اللعبة دي لابنك الصغير
انا صنعتها من اجله. الاميرة بتاخد اللعبة منه، بتبص عليها وبتقوله مش محتاج تقول سيدتي، ممكن تناديني بيه. وقبل ما بتكمل كلامها بتلاقيه اختفى من المكان. بترجع الاميرة لابنها الصغير، بتديله اللعبة، بتقوله انها مختلفة عن اي لعبة ابوه جابها له. الولد في الاول بيصرخ، مش بيبقى فاهم ايه اللعبة دي، بيلوح بيها في الهوا وبيبقى عايز يحطمها، بس امه بتوقفه وبتقوله لو حطمها هيحس بملل. هنا الولد بيهدى، بيقول لها هتلعبي معايا يا ماما؟ الام بتحس بالحنان، مفتقده ابنها، بتلعب معاه وهما الاتنين بيبقوا في حاله من السعاده. ولكن سعادتهم للاسف بتتوقف لما ابوه بيقتحم عليهم الغرفه صارخا في غضب. انت هنا مش عارف ايه اللي بيحصل بره؟ في انقلاب بيحصل في المدينه، بينتشر زي المرض، راجل حقير بيقلب الناس ضدي، الذئاب بتقرب اكتر للابواب الخارجيه للمدينه، والملك قادم في خلال يومين بس. انا عندي خطه للبالغين، خطه انت جزء منها يا جوناس، العب دورك كويس واسترجل. الاميره وابنها بيبصوا على بارون في رعب، مش عارفين هيعمل ايه فيهم. في الوقت ده داخل المناجم العمال بيبداوا انقلاب، مش قادرين يستحملوا الشغل اكتر من كده، عايزين اجازه باي شكل، عايزين يقضوا العيد مع اهاليهم. ولكن الحراس منعينهم من التحرك من المكان، بيطلبوا منهم العوده للعمل. الامور بتتفاقم، الحراس بيطلبوا من قائدهم العقيد يديهم اوامر بالاشتباك، ولكن ضميره مش سامح له يدي الامر ده. هنا الحراس بيتصرفوا من نفسهم، بيرفعوا سيوفهم ورماحهم، بيهجموا على العمال وبيقتلوهم واحد ورا التاني. بيقف العقيد امام جثث العمال في حاله من الصدمه، مش قادر يتحرك. الحراس بيصرخوا لباقي العمال يرجعوا لعملهم فورا والا هيلاقوا مصير اصدقائهم. هنا بيظهر صوت بيصرخ في اذان الجميع، حرروني 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 الان. العقيد باصص على جثث شعبه في حاله من الصدمه. بيرجع العقيد البيت، هناك بيلاقي كلوز مستنيه قاعد امام النيران، بيبص له باحتقار وبيقول له العقيد كارل ليفسكيت اشجع جندي في المملكه، بيخدم الملك بقاله 35 سنة. ايه اللي حصل لك يا صديقي؟ كارل بيميز صوت صديقه القديم كلوز وبيرد في كسرة، من ساعة ما الملك مات وظل عملاق بيحوم حوالين جريمسفيج، بارون بيزداد قوة وطغيان أكتر وأكتر. كنت فاكر في الأول إني هقدر أغير الأمور من الداخل، لغاية ما بقيت جزء من الظلم اللي بيحصل. محدش فينا قادر على قتال بارون أو تحمل جنونه. أنت فاكر إني مش حاسس بالعار؟ اللون الأحمر والأبيض اللي أنا لابسه ده كان بيعني حاجة زمان. هنا كلوز بيبصله في تصميمه وبيرد ما تقلقش، لسه ما فقدتش معناه، إحنا هنستعيد مجد جريمسفيج من جديد. في الوقت ده جوه القصر بارون بيبص لابنه في جنون، بيجبره يكتب رسالة لسانتا كلوز بيتمنى فيها أمنية. ابنه بيكتب الرسالة غصب عنه في حالة من الحزن. مراته بتسأله انت بتعمل ايه؟ بارون بيبص لها ضاحكا، محتاج خط طفل يا عزيزتي، هنتمنى أمنية مميزة النهاردة. بيخلص جوناس كتابة أمنيته، بيخرج مع أمه للمكتبة. أمه بتقوله ها يا جوناس أبوك طلب منك ايه تاني؟ جوناس خايف ومرعوب، خلاني ألف قصة نخدع بيها سانتا. في الوقت ده بارون في الكهف بيكلم الوحش، بيبص على الأرض وبينهار، حاضر هعمل اللي انت عايزه، أرجوك اديني القوة. الأميرة بتكلم ابنها، وراك صورة الوحش في أني كتاب؟ وريني الكتاب ده فورا. هنا بيسمعوا صوت من وراهم بيقول جوناس اخرج من هنا يا عزيزي. بنشوف بارون داخل الغرفة بيجر سيف عملاق على الأرض وبيكمل أنا وأمك عندنا أمور بالغين نناقشها سوا. بيخرج جوناس من الغرفة، بارون بيبدأ في حمل السيف الثقيل من على الأرض. مراته خايفة منه، بتبصله وبتقوله أنت كنت فين كل ده؟ لازم نتكلم عن ابنك جوناس، أنت خليته يعمل إيه؟ ده غير إنك عمرك ما كنت قادر ترفع السيف ده يا ماجنوس. بارون بيرفع السيف بمنتهى الصعوبة صارخا إحنا لازم نتكلم عن الحياة والموت. الملك وحراسه جايين هنا عشان يتخلصوا مني، يقتلوني. الأميرة بترد مين اللي قالك الهبل ده؟ انت اتجننت؟ بارون بيبان عليه علامات الجنون، عينيه بتبحلق في مراته وبيقول بصوت مضطرب الصوت هو اللي قال لي، الصوت اللي في المنجم انا كنت بسعى لتحريره منذ زمن بعيد، وفي المقابل اعطاني القوة، بس لازم نحرره قبل ما يجي الملك، هو الوحيد اللي قادر على الدفاع عني وحماية اسرتنا. انتي طول عمرك اذكى حد في القصر ده، اكيد عندك خطة تحميني من الملك، ارجوكي ما تسمح لهمش يدمروا عيلتنا. في الوقت ده كلوز بينتقل من بيت للتاني، بيوزع الهدايا من خلال مداخن البيت على الأطفال وسكان المدينة. الحراس تحتيه في الأرض بيتكلموا عنه، واحد فيهم بيقول لزميله هو ازاي قادر يسيب الهدايا دي؟ احنا حاطين حراسة في كل بيوت المدينة، ازاي بيوصل لهم؟ تفتكر هو شبح فعلا زي ما بيقولوا او مستذئب؟ زميله بيرد
مش مهم، المهم انه عارف انه متحاصر من كل حتة دلوقتي، مسألة وقت ونقبض عليه. رغم ان ابني هيحزن قوي لما نوصل له، كان نفسه يسيب له هدية في عيد الميلاد ده. كلامك ده خيانة يا صديقي، حاول ما تفكرش في ده كتير عشان لو البارون سمعك هيقتلك. وهنا بيفاجئهم كلوز، بينقض عليهم واحد ورا التاني، بيخضعهم وبيفقدهم الوعي. بيفتح رسالة كانت مع واحد فيهم كتبها له جوناس ابن بارون، بيتنكر في هيئة واحد من الحراس وبيتسلل للقلعة. هناك بيقابل واحد واقف على حراسة المنجم، بيقرب منه ببطء من غير ما يخليه يلاحظ شكله، وبيقول له العقيد قال لي اجيله هنا، هو فين؟ الحارس بيرد العقيد خلاص بقى ضعيف وعجوز ومحتاج للتقاعد، انا هحل مكانه الفترة الجاية. كلوز بيبصله غاضبا وبيرد واضح انك حارس من النخبة يا سيدي، اعتقد انك محتاج القليل من الراحة بعد يوم طويل من ضرب الرجال في المناجم. بينزل بلكمة قوية على وشه، دماغه بتتناثر في الارض وبيفقد وعيه بالكامل. داخل المناجم العمال بيصبروا نفسهم بالقصص، بيتكلموا عن كلوز روح عيد الميلاد منقذهم وحاميهم. اكيد هو شايفهم دلوقتي بيعانوا وهيلبي النداء. الحارس بيقطع كلامهم قائلا ارجعوا للعمل ايها الحثالة، انتوا ما كفكوش اللي حصل امبارح ولا ايه؟ بيرفع مطرقته لسه هينزل بيها عليهم، بيتفاجأ بلكمة قوية من كلوز بتكسر صف اسنانه وبيفقدوا الوعي. بيقف امام العمال المصدومين كالبطل الشامخ، بيبص لهم وبيقول لهم مفيش غير واحد بس المفروض يشتغل في عيد الميلاد، انا. ارجعوا يا سادة لمنازلكم، انا سبت هدايا لاطفالكم، اخبروهم عني، رجعوا البهجة تاني لحياتهم. بيخش عليهم واحد تاني من الحراس بيقول له النهارده هنغطي رداءك الاحمر بدمائك ايها البري. قبل ما بيكمل كلامه واحد من العمال بينزل عليه بالجاروف الحديدي اللي في ايده وبيفقدوا الوعي. بيبص على كلوز مندهشا من اللي عمله، انا ازاي عملت كده؟ انت ما طلعتش الشبح زي ما كنت فاكر. كلوز بيرد عليه دايما بيقولوا مفيش دخان بدون نار، ولكن اليوم سيحترق الطغاة. اذهبوا لعائلتكم، اخبروهم بما حدث، قاتلوا لأنفسكم، فقد أخيرا بعث النور من بين الظلام. الرجالة بيطلبوا منهم يكون قائدهم، يحميهم ويدلهم على الطريق، يقود الثورة للأمام. ولكن كلوز بيرفض، هو مجرد رجل بيقدم هدايا للأطفال وبيدخل البهجة في حياتهم. بيطلب منهم هم اللي يقتلوا لأنفسهم من أجل الحرية. العمال بيبدأوا في إحراق الكهف وبيصرخوا البعض ينشروا الأخبار في كل مكان. أخيرا حكم بارون قارب على الانتهاء. في الوقت ده داخل القلعة بارون بيشد ايد مراته بجنون، بتبعد ايده عنها قائلة انت عايز مني ايه؟ بارون الصوت بيعلى يوم عن التاني. الأميرة انت متأكد ان الأصوات دي مش في راسك يا ماجنوس؟ بارون بيبص لإيديه في فزع. صوت وحش جرامسفيك بيعلو كل يوم، تم حبسه تحت الأرض تحت الكنيسة منذ زمن بعيد. عقدت صفقة مع الوحش من الكتاب الأسود، أعطاني المال، القوة، المجد، وأهم من كل ده اداني قلبك. سحره خلاكي تحبيني يا دهمر. الأميرة بترد في فزع أنا حبيتك عشان أنت كنت ذكي، توليت المسؤولية بعد موت أبي، كنت مسؤول عن المملكة، شفت فيك راجل، اتوهمت بقناعك المزيف وكاريزمتك، كنت صغيرة وطموحة ومحتاجة حد اعتمد عليه، لغاية ما شفت وجهك الحقيقي، وجهك الشرير. أجبرت الرجالة يعملوا في المناجم عشان يخرجوا فحم، لو حرقناه هيكفينا 100 سنة قدام. كل ده من أجل صوت بتبدأ في الابتعاد عنه. بارون بيرد أنا اشتغلت بلا راحة عشان أجلس على العرش، أخليكي ملكة البلاد دي، وفي الآخر بتكافئيني بأحلامك الساذجة، بفتى الأحلام، الراجل البري اللي هياخدك للغابة وتعيشوا فيها سوا في سعادة. بيزداد جنونه. فين حبيبك دلوقتي؟ الشعب هيقتلك انت كمان، بيقولوا علينا طغاة ووحوش. الأميرة بتتصدم طغاة؟ امتى بقينا طغاة؟ بارون بيكمل هيقتلوا ابننا برضه، مش عايزة تحمي ابنك؟ قطيع الصوت وإلا ستموتي. دهمر بترد الصوت ده بيقولك تعمل ايه يا ماجنوس؟ ايه اللي هيحصل بعد ما تنهي اللي هو عايزه؟ بيقطع كلامهم اتنين حراس بيقولوا لهم ان الكهف بيحترق والناس بتعمل مظاهرة خارج القصر دلوقتي. الأميرة مش بتصدق اللي سمعاه بودانها. مستحيل، لا دول شعبي بيحبوني زي ما بحبهم، عمرهم ما يأذوني. بتجري خارج القصر عايزة تشوف الناس. الحراس بيحاولوا يمنعوها من الخروج ولكنها بترفض. جوزها بيضحك، بتخرج للناس تطمنهم وتهديهم. الناس ماسكة عصيان من النيران بيبصوا لها في حقد وهي بتقول لهم تذكروني أنا. قبل ما بتكمل كلامها الناس بيبدأوا يرموا عليها أحجار وخضروات فاسدة. صيحات الاستهجان بتعلو والأميرة في حالة من الصدمة. أما كلوز
في الوقت ده بيقرا رساله بعتها له طفل بيقول له انه نفسه في بيت خشبي صغير كهديه عيد الميلاد، وان امه مريضه ومش قادره تتحرك ودي حاجه هتفرحه. بيروح كلوز لبيت الطفل ده عشان يديله الهديه، ولكنه بيتفاجأ بالعقيد كارل مربوط في الكرسي بحبل وبيقول له يهرب بسرعه من المكان. بيسمع صوت الحراس بيدخلوا الاوضه رافعين اسلحتهم، بينقضوا كلهم عليه وهم بيصرخوا لقد وقع في الفخ اخيرا. بيهجم عليه 2 من الحراس، بيمسك كرسي وبيضرب بيه بطن الحارس الاولاني، وبيقدر يتفادى هجمات الحارس التاني ويستحوذ على سيفه. بيطلع السلالم بسرعه والحراس وراه، بيوصل للشباك، بيقف على سطح المنزل، بيتسلق الجدران وبينتقل من بيت للتاني، ولكنه بيتفاجأ بمجموعه من الحراس على السطح المقابل بيطلقوا عليه عده اسهم مسممه وسط النيران والفوضى. سهمين بيصيبوه في ظهره وكتفه ليسقط على الارض محطما زجاج احدى البيوت. بيبص على الاسره اللي في البيت وبيقول لهم ساعدوني. هنا الام بتصرخ باعلى صوتها للحراس تعالوا بسرعه، هو هنا هو هنا. الحراس بينادوا لبعض، بيجروا على البيت في حاله من الهياج. ما تقلقوش، ده مش شبح، ده مجرد رجل وبينزف. كلوز مش قادر يقاوم، بيستجمع ما تبقى من قوته وبينط من على شباك البيت، بيتزحلق على الروف وبينط بسرعه على احدى رايات القلعه اللي قدامه. بيتسلق الرايه وبيقدر ينزل اخيرا للارض. الناس في حاله من الهياج، الحراس بيدوروا عليه في كل مكان. كلوز متعب مش قادر يتحرك. هنا بيلاقيه طفل صغير بيساعده على الوقوف وبيهربوا بسرعه من المكان. كلوز بيمشي بصعوبه، بيقول للطفل الغابه، خدني للغابه، أنا مسموم، أعثر على الزهرة البيضاء. بيوصلوا أخيرا للغابة، بيلاقوا ليلي قدامهم. أول ما بتشوف الطفل بتاخد وضعية الهجوم. الطفل بيخاف وبيقول لكلاوز في ديب أبيض قدامنا، إحنا هنموت. كلوز بيرد ليلي صديق. في الوقت ده الحراس ماسكين الأميرة اللي بتصرخ لجوزها أنت عملت إيه؟ عملت إيه يا ماجنوس؟ رد عليا وما تسيبنيش كده. الديب بيهدى، كلوز بيفقد قوته بالكامل، بيسقط على الارض. هنا الطفل بيربطه في زلاجة خشبية وبيبدأ يجره في وسط الصقيع. الطفل بيتعب ومش بيبقى قادر على جره اكتر من كده. بيبص للديب وبتيجي في دماغه فكرة ذكية، بيربط الديب بالزلاجة وبيخليه هو يجرهم داخل الغابة لبر الامان. بيختفي كلوز عن الانظار. بالليل بنلاقي البارون مع حراسه بيتتبعوا اثر كلوز في الغابة. الحراس بيطلبوا من سيدهم يرجع للقصر، هم هيتكفلوا بكلوز وهيقضوا عليه اخيرا، ولكن بارون بيرفض طلبهم. بيجز على اسنانه وبيقول في غضب ما تقلقوش، انا هتخلص من مشاكلي واحده ورا التانيه، انا مش هفوت الليله دي باي تمن. نحن الان في المرحله الاخيره يا ساده. على اعتاب قلعه جرامسفيج الملك باعت جنوده لاحتلال القلعه وتحرير الناس من طغيان اللورد بارون. الاميره دهمر داخل القصر بتلبس ابنها جوناس ملابس شتويه. ابنها خايف، امه بتقوله انهم لازم يمشوا من هنا فورا، الوضع ما بقاش امن واي مكان احسن لهم من انهم يقعدوا في القصر المشؤوم ده. جوناس بيبص لها وبيقول لها بس احنا مش المفروض نتحرك من القصر يا امي، انا خايف، انت متاكده انك ما اتجننتيش؟ امه بتاخده من ايده وبتجري وهي بتقول ابوك اللي اتجنن يا جوناس. في الوقت ده بيوصل الطفل اخيرا بكلوز القارب على الموت لبيته في الغابه. بيبص على البيت وبيقول له واو انت بتعيش هنا؟ انا احسن لي اعيش في المكان ده من اني اعيش في جرامسفيج، مدينه قاتمه ومميته. بيدخلوا البيت وبيلاقوا اعشاب كتير محطوطه على الترابيزه. كلوز بيرد قائلا دواء، انا محتاج دواء. بيقعدوا على الكرسي وبيحضر له الدواء اللي هينقذ حياته. بيلف جسمه بشاش. كلوز بيحس بالراحه، بيستعيد قوته من جديد. بيشكر الطفل انه ساعده. الطفل بيرد عليه انا لسه مؤمن انك ساحر، انت الوحيد القادر على انقاذ جرامسفيج. بابا بيقول لي دايما انهم بيسمعوا صوت وحش بياوي في المناجم تحت المدينه، انت مؤمن بالوحوش؟ كلوز بيشرب دواء وجسمه كله مصبب بالجروح وبيرد انا شفت ارواح الغابه، ارواح الجليد، شفتهم بيلمعوا وسط الاشجار، وزي ما في ارواح طيبه فاكيد في ارواح شريره. ممكن تجيب لي ميه من الخارج؟ احتاج لبعض الماء. بيخرج الطفل بره البيت. هنا بنشوف ليلي بتزمقر ومستعده للهجوم. بيبص على الغابه بيلاقي انوار خضراء ساطعه ومتفرقه. الطفل بيفرح وبيقول هي دي ارواح الغابه، انا اول مره اشوفها. ولكن ليلي بتجز على اسنانها، بتظهر انيابها، بيشتد غضبها. الطفل بيبدا يخاف وبيقول لها مالك يا ليلي في ايه؟ فجأة سهم مسموم بينطلق على ليلي بيخليها تصرخ في ألم. سهم تاني بيخترق ظهرها. الطفل بيتفزع وبيصرخ لا ليلي اهربي اهربي بسرعة. ليلي بتبدأ في الهروب، وهنا بيظهر لورد بارون واقف أمام أتباعه بيضحك وبيقول أيوة اهربي اهربي بأقصى ما تستطيعي من قوة، مسيرك هتتعبي وهتلاقيني مستنيكي أيها الوحش.
الحراس بيطلقوا مجموعة من السهام على بيت كلوز، بيحرقوا البيت بالكامل. الطفل بيحاول يمنعهم، بيصرخ لكلوز وبيحذره، ولكن للأسف فات الأوان على ده. كلوز لسه بيقوم عشان يشوف مين اللي في الخارج، فجأة عصاية بتنزل على راسه وبتفقده الوعي. بنسمع صوت طرق المطارق بتثبت أوتاد في الأرض. بيت كلوز بيحترق بالكامل، الدخان بينتشر في السماء. هنا بارون بيقرب من كلوز قائلا: كنت انت طول الوقت ده، الكابتن الساقط كلوز، زعيم المتمردين، قاتل الملك. لو كنت بس اقدر اتنبأ بالمستقبل ايها البري، كان زمانك ميت من زمان. بنشوف كلوز وسط الحراس مربوط على الجليد بأربع أوتاد بتشد أطرافه وبتخليه يتألم. بارون بيقرب منه وبيكمل: دلوقتي انت في مكانك، في البرية كما تنتمي، حيث كل شيء بدأ. ديبك الأبيض هيتم قتله وحشوه كزينة في قصري. العمال هيشتغلوا لغاية ما هيسقطوا من التعب، أما أنا فسأحتل ما هو حق لي وسأحكم هذه البلاد. بيقرب منه بيركع قدامه قائلا: كنت فاكر انك تقدر فعلا تهزمني، تخلي شعبي يتمرد عليا وتسرق مراتي؟ انت مجرد بري حقير ولا حاجة بالنسبة لي. دلوقتي هسيب البرد ياكل لحمك ببطء، هسيبك لمصيرك المشؤوم. بيسيبه هو وحراسه وبيمشي. بيقول له ان الطفل اللي معاه ده هيخليه يواجه مصير اسوأ من مصيره، هيخلي الوحش المظلم يتغذى عليه. نيران البيت بتعلو في الغابة وكلوز مستسلم لقدره اخيرا. بيرجعوا كلهم القصر. الحراس بياخدوا الطفل عبر بوابات القصر وبيرميه داخل زنزانة مليانة بالاطفال اللي خطفوهم من المدينة. بياكلوا حلويات كتير جدا، الاطفال مبسوطين وحاسين بفرحة العيد. الطفل بيقول لاخته تتوقف عن الاكل فورا. اخته بتستغرب وبتسأله: ليه؟ ده طعمه حلو قوي، سيبنا نفرح شوية. هنا الطفل بيصرخ: هم مش بيأكلوكوا حلويات عشان تفرحوا، هم عايزينكم تتخنوا وتكونوا وليمة للوحش المظلم. توقفوا عن الأكل جميعا. أما في المناجم العمال بيعملوا دون كلل، الحراس بيضربوهم، بيقولوا لهم لازم يدمروا الحيطة النهاردة. واحد من العمال فجأة بيسقط أمامهم من التعب لافظا أنفاسه الأخيرة. زميله بيطمن عليه، بيقول للحارس اللي وراه إنه مات. هنا الحارس بيصرخ، بيضربه برجله وبيقول له: وانت مالك؟ اشتغل وإلا ستلقى نفس مصيره أيها الحثالة. هنا العامل بيتغاظ، بيدب الحيطة في فاسه صارخا: حاضر، هشتغل، هكسر الصخر بإيدي. ده اللي أنا أقدر أعمله بعد ما أخدتوا ولادنا، خدتوا أجسامنا، خدتوا حياتنا مننا. أنا بكرهكم جميعا. مع الضربة الأخيرة في فاسه في الأرض، الصخور اللي قدامه بتتشقق، بتصنع فجوة ضخمة. وهنا بنشوف عيون الوحش بيبص لهم وبيقول: جعان، أنا جعان، اتحررت من الصخور، من الكتاب. أين الأطفال؟ أين اختبأوا؟ أنا جعان. العامل بيرتعب، بيجري بأقصى سرعته وبيستخبى ورا إحدى عربيات المناجم خوفا من صوت الوحش العالي. صوت الوحش بيهز أرجاء المكان، بيزلزل الأرض. الحراس والعمال بيجروا في كل اتجاه هربا من المنجم. الوحش بيتحرر أخيرا، مفيش حاجة بيقولها غير إنه جعان، عايز الأطفال، وبيبدأ في المشي في أرجاء المكان. في الوقت ده داخل القصر حراس الملك بيخشوا على لورد بارون، بيبصوا له في غيظ وبيقولوا له: بارون ماغنوس، لورد جريمسفيج، لقد جئنا للقبض عليك من أجل الجرائم التي فعلتها في سكان جريمسفيج. إما تستسلم الآن أو الحرب. وصدقني أنت لا تريد الحرب. لورد ماغنوس قاعد على عرشه بيضحك وبيقول: معلش، مش هقدر اقوم احيي الملك، ظهري وجاني شويه. ده غير شعبي جوعتهم عشان احضر الوليمه الفخمه دي استقبالا لملكنا المحبوب. بنشوف قدامه وليمه عملاقه مليئه بالاكل الطيب والشراب. بيكمل كلامه: انتوا بقالكوا كتير مسافرين يا ساده، تعالوا كلوا، اوعدكم الاحتفال السنه دي غير اي سنه. بالمناسبه فين مراتي وابني؟ واحد من الحراس بيخش عليه وهو ماسك مراته وابنه وبيقول له انه قبض عليهم وهم بيهربوا من القصر. ابواب القاعه بتتفتح، الوحش بيحضر اخيرا، الادخنه بتنتشر في المكان. بارون بيرفع كاسه وبيقول: انا اصر ان تحتفلوا معنا بضيفنا الجديد. الوحش المظلم جه عشان يفرض سيطرته على كل حاجه ويقعدني على العرش. ارفعوا كؤوسكم لروح العيد الجديده، ارقعوا على اقدامكم امامي او موتوا واقفين. بنشوف الوحش اخيرا بيخش القاعه، النيران حواليه من كل اتجاه. بيقتل حراس الملك براس تشبه الماعز ولسان ثعباني طويل. واحد من الحراس بيصرخ: انت استدعيت شيطان من الجحيم، ماذا فعلت ايها الحقير؟ بيبداوا في الهجوم على الوحش ولكنه بينفس فيهم النيران من انفاسه وبيقتلهم واحد ورا التاني. في الجليد يقبع كلوز على الارض بجانب ليلي. الجليد بيحصره من كل اتجاه،
بيلفظ أنفاسه الأخيرة. ليلي جنبه مش عايزة تسيبه، بيقول لها بصوت خافت تغني. بتبدأ ليلي في العواء، صوتها بيستدعي باقي الذئاب في الغابة. بيخشوا في مكان سحري، قلب كلوز بيبدأ في التجمد. بيبص للسماء، أرواح الغابة حواليه. بينظر للنجوم لمرة أخيرة وقلبه بيتجمد بالكامل، هو وديبو اللي بيحضنه وبيموت جنبه. فجأة بنلاقي أرواح الجليد حواليه بتبصله، وبدون أي كلمة بتقرب منه بترجعه للحياة. بيستعيد كلوز وعيه، هو وديبو بيلاقوا نفسهم في عالم سحري. أرواح الجليد بتقرب منه حاملة في إيديها الصخور، بتلزق الصخور في راسه قائلة سنجعلك أفضل، سنجعلك أفضل. الصخور بتتحفر في جسمه، ومرة واحدة بيبدأ في الصراخ. صوته بيعلى والنور بيغطي المكان بالكامل. في القصر الوحش بيقرب ببطء على الأميرة وابنها جوناس. جائع، أنا جائع، أريد الأطفال، أطفال أبرياء. الأميرة بتقول لابنها يجري، ولكنه بيضربها ضربة قوية بتفقدها الوعي. بيشيل الطفل اللي بيصرخ وهيبدأ في التهامه. بارون بيتصدم، لا مش ده اتفقنا، ما تاخدش ابني مني. الوحش بيرد، كلهم لي وحدي، انا جائع. بارون بينفعل، بيفتح الكتاب، بيقول تعويذة عشان يسيطر على الوحش، ولكنه بيتفاجأ ان صورة الوحش اختفت من الكتاب. الوحش بيقرب منه صارخا، انت عايز تأمرني؟ أتجرؤ على إصدار الأوامر لي؟ بارون بيرد بخوف وصدمة، طول حياتي انا بعمل اللي انت بتقولي عليه، انت وعدتني ان هبقى ملك. الوحش بينفس نيران حارقة جنب وشه وبيرد، ملك؟ انت ضعيف ايتها الحشرة المسكينة، انا استغليتك بس عشان اتحرر، لعبت في دماغك واستغليت قلبك النابض بالحقد والشر. قوتي لي وحدي. هنا بتظهر الأميرة من وراه رافعة قوس وسهم، بتقول لابنها يهرب. بتطلق سهم على راس الوحش، ده بيخليه يتألم ويرمي الطفل. جوناس بيهرب بأقصى سرعته والوحش بيقرب. الهروب ممتع، سيبني اصطاد، مفيش مكان تستخبى مني فيه. خارج القصر الأطفال بيهربوا من الزنزانة، مش بيلاقوا حد في القصر، بيستغربوا من اللي بيحصل. بيتفاجئوا بجوناس مرة واحدة بيجري عليهم بكامل سرعته وبيصطدم بيهم. جوناس أول ما بيشوفهم بيقول ابعدوا عني، ما تصوبونيش بمرض. الأطفال بيستغربوا من كلامه. هنا الوحش بيظهر قدامهم في إيده سلاسل عملاقة، بينقض عليهم بكل قوته. كلهم بيرتعبوا، أطفال أنانيين، أطفال جشعين، بطونهم ممتلئة بالحلويات. بينزل بالسلاسل اللي في ايده على الارض، بيشق الارض وبيحاصر الاطفال. جوناس بيسيب الاطفال وبيقرب من الوحش قائلا في خوف، خدني انا واتركهم وشأنهم، انا كنت طفل سيء، اقتلني انا. بياخد الطفل وبيحطه في الكيس العملاق اللي شايله، بيبص لباقي الاطفال وبيقول مين التالي؟ هنا واحد من العمال بينقض على ظهر الوحش، بيغرس سيفه في ظهره قائلا انا التالي، اسمي جانر ولقد نلت كفايتي. بيصرخ لباقي الاطفال يهربوا بسرعه من المكان. الاطفال بيسالوا مين ده، واحد فيهم بيبتسم وبيرد ده ابي بطلي المفضل. بيهرب الاطفال خارج القصر، اهاليهم مستنيينهم بيحضنوهم. الوحش بيرمي بايده جانر، بيدفعه بعيد عن المكان. اجراز الكنيسه بتدق. جانر بياخد اطفاله وبيجروا باقصى سرعه هربا من نيران الوحش. بيخرجوا خارج القصر اخيرا والوحش وراهم نافسا النيران من فمه قائلا اهربوا للابد، محدش هيقدر ينقذكم مني. مع الجرس الثالث للكنيسه بيقتحم ارض القتال اخيرا كلوز على ثلاجه طائره بيقودها مجموعه من الذئاب الشرسه. بيبص بغل على الوحش وبيصرخ سنختلف قليلا عن مين سيقتلك ايها الوحش. بينزل بزلكته على الارض وبيجري بذئابه في اتجاه الوحش، بيوجه عليه ضربة قوية بسيفه وبينط بخنجرينه الاتنين على قلب الوحش لقتله في مشهد بطولي ومهيب. الأميرة بتصرخ باسم ابنها، بتطلب من كلوز انه ينقذه. الشعب وراها في حالة من الهياج. ليلي بتهجم على الوحش وبتاكل اطرافه، الدم بينزل من بقها وبتبص للناس في غضب. كلوز بينط على صدر الوحش، بيغرس خنجره في قلبه، بيبصله بيقوله صارخا انظر الى عيني وانت تقابل نهايتك. فجأة وبدون مقدمات البارون بيغرس سيفه في ظهر كلوز، السيف بيخرج من قلبه في منظر دموي. البارون بيبتسم وبيقول لقد أرهقتني كثيرا أيها الحقير، والآن مت أيها البري. بيخرج سيفه من ظهر كلوز. ليلي بتجري عليه بمنتهى القوة ولسه هتنقض عليه. الوحش بيسدد لها ضربة قوية وبيحدفها بعيد عن المكان. بارون بيواجه الوحش، بيصرخ وبيقول له أنا أنقذت حياتك، جه الوقت تحقق وعودك ليا، اعطني ما أريد. أنا عايز شعبي يحبني، عايز أكون الملك، عايز مراتي وابني يحبوني. الأميرة بتعيط على جثة كلوز، بتبصله بكثرة وغل. لقد قتلت رجلا من ظهره، أنت بلا شرف يا ماجنوس، لقد قتلت أبي.
استعبدت شعبي، أفسدت ابني، واستدعيت شيطان من الجحيم. أنت لا تستحق الحب على ما فعلت. لقد انتهينا أنا وأنت. بارون بيسمع كلماتها بيتكسر وبيقول للوحش: أعطني ما أريد، أعطني ما أستحق. الوحش بيبص له وبيرد: حسنا، سأعطيك ما تستحق. فجأة بقه بيمتلئ بالنيران، بيطلق لهيبه على جسم بارون، بيحرق جسمه بالكامل وبيقتله على الفور. الشعب بيشهد موت الطاغية، كلهم بيبتهجوا، بيفرحوا لما بيشوفوه ميت. ايوه، احرقوا، اقتلوا كما قتل منا الكثير. جوناس بيطلع من شنطة الوحش، بيحاول يهرب مبتعدا عن المكان. الوحش بيشوفه، بيرمي عليه سلاسله وبيجره من رجله قائلا: الطفل لي وحدي. هنا الام بترفع سيفها بصعوبة، بتبص للشيطان وبتقول: اترك ابني، اتركه وشأنه، سأقتلك. من وسط الدخان والنيران بيطلع كلوز، بيقرب من الأميرة وبيقول لها: اتركي لي هذا الأمر يا دهمر. الأميرة بتتصدم لما بتشوفه. ازاي انت لسه عايش؟ انا شفت بارون بيقتلك بعيني. كلوز بياخد منها السيف وبيبص للوحش بتصميم: ارواح الغابة انقذوني من حتفي، لا يمكن قتلي الان. معرفش هم عملوا كده ليه، بس اكيد ده ليه حكمة هعرفها قريب. الوحش بيبدأ في الطيران للسماء، شايل الطفل على ظهره وبيقول: سآخذك للفضاء، سأقتلك وأنت حي. أنت تستحق هذا أيها الطفل السيء، فأنت فاسد كوالدك. الطفل بيبدأ في العياط، شايل اللعبة اللي عملها له كلوز. أنا عارف إني كنت مشاغب، كنت أناني، بس سانتا بيعمل ألعاب للأطفال الجيدين وهو عمل لي اللعبة دي. الشعب في الأرض في حالة من الهياج، بيحاصروا الأميرة وحراسها، مبسوطين إن بارون مات وشايفين إن ابنه يستحق نفس المصير ده. الوحش بيكلم الطفل: مفيش سانتا، العيد مكانه الظلام والبرد والخوف للأبد. كل الأطفال السيئين لي وحدي. على سطح إحدى المباني كلوز بيجري بأقصى سرعة، الشيطان بيستخدم وحوشه وزلكته للطيران للفضاء. الأميرة بتدعي إن كلوز ينقذ ابنها. كلوز بيوصل لحافة السطح، بينط نطة عملاقة، بيتشبث بزلاجة الشيطان، بيصرخ قائلا: لا يوجد أطفال سيئين. الوحش بيرد عليه: الأطفال هم من طلبوا هذا، هم من يحتاجوا هذا، لابد من معاقبة الأطفال المشاغبين. كلوز بيتسلق ظهر الوحش، بيوصل لراسه وبيرفع سيفه قائلا: قل لي ذنب واحد بس عمله الطفل اللي معاك ده عشان يستحق غضبك أيها الشيطان. الشيطان بيلتفت بظهره لكلوز قائلا: هذا الطفل كذب، كان أناني، جشع زي أبوه، سيحترق كما ستحترق الآن. بينفخ أنفاسه النارية اتجاه كلوز، ولكن مفيش حاجة بتطلع من بقه غير الدخان. كلوز بيضحك وبيرد: يا لك من شرير، ولكن لأعطيك حقك، فأنت جعلتني اليوم أضحك كما لم أضحك منذ سنين طويلة. عارف إيه تاني بيضحك؟ نيرانك مش هتعمل في الفضاء. وبضربة واحدة من سيفه بيقطع راس الوحش، نيرانه ودمه بيتنثروا في كل مكان ليسقط من السماء قتيلا. جوناس بيمد ايده لكلوز عشان يمسكها. سكان المدينة بيشوفوا الوحش ساقط من السماء كالنيزك المحترق، بيحطم جدران القصر وبيستقر على الأرض في الأنقاض، قابع في سجنه مغلل بالأصفاد. الأميرة بتبص للسماء في حزن، وهنا بتشوف كلوز بيوصل هو وابنها جانوس. بيوصلوا بعربيتهم للأرض بعد ما أرواح الغابة غيرت العربية دي وادتها لكلوز. كلوز بيقرب للأميرة، بيقول لها إنه جاب لها هدية عيد الميلاد، بيسلم لها ابنها اللي بتحضنه، ودموع الفرح بتنزل من عينيها. في نفس الليلة الشعب بيبدأ في الاحتفال، بيعلقوا الزينة والأشجار وبيعزفوا الأغاني والموسيقى. ولأول مرة في مدينة جريمسفيج منذ وقت طويل البهجة بتنتشر في كل مكان. الأميرة بتوعد شعبها إنها تصلح اللي جوزها عمله، والشعب بيسامحوها. بترقص هي وكلوز تحت شجرة الكريسماس. بيمر أعياد كتير، الراوي بيحكي اللي حصل وبيقول: كان يا مكان، كان هناك رجل اسمه كلوز، اسم يعني انتصار الشعب، عايش في سعادة مع حبيبته بعد أن أنقذ مملكته، ولكن للأسف سعادتهم لا يمكن أن تدوم للأبد. الأميرة بتبدأ تكبر في السن، بتعجز، وكلوز لسه محتفظ بشبابه. بتبصله وهي عجوزة تحت شجرة الكريسماس وبتقوله: أعتقد إن أيام رقصي قد انتهت يا عزيزي، يا لها من حياة رائعة. أكثر ما يحزنني أني سأتركك في هذا العالم دون أحد، أرجوك عدني أنك لن ترقص وحيدا. بتموت الأميرة. كلوز بيعيط، بيحضر جنازتها، بينطلق نحو زلاجته الطائرة وذئابه، بيركب الزلاجة. جوناس بيجري عليه، كبر وشعره ابيض، بيقول له: انت هتسيبنا وتروح فين؟ الأطفال هيفتقدوك،
امي هنا كلوز بيقطع كلامه، بيديله عروسه خشبيه وبيرد: كانت عايزاك تاخد اللعبه دي، احتفظ بيها من اجلي. بيبص له مبتسما وبيكمل: ما تقلقش، اوعدك اننا هنرجع تاني مره كل سنه بهدايا الاطفال. جوناس بيبص له قائلا: وباقي السنه هتعمل فيها ايه؟ كلوز بيرد: العالم مكان كبير يا جوناس، السماء تمتد لما لا نهايه، ساجوب العالم بالكامل، ساراقب الظلام والبرد، وساجيب نداء كل ضعيف في ليالي البرد الطويلة. بينطلق بزلاجته وذئابه، الناس بتحييه، بيطير بأقصى سرعته اتجاه الفضاء، لابس رداءه الأحمر ومستعد لجلب البهجة للأطفال في كل أعياد الميلاد. وتنتهي قصتنا على كده يا اخوانا. اتمنى تكون القصة عجبتك، ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك لأن اللايك بيدعم وبيساعد جدا، وتعمل سبسكرايب لو لسه أول مرة في القناة، وتفعل جرس التنبيهات لو حبيت الحلقة وحابب المحتوى. وبيس.